كنت اتفرج عليه ايه؟ انت اتفشخت، انت اتفشخت يا ابني، عينك مش موجوده يا ابني. هو مش ملاحظ ولا ايه؟ انا بحس ان كف من الكهوف ديت ممكن يموتني. بتضحكوا على ايه؟ انتوا بتتاخدوا على قفاكم. مزوخين يا جماعه، بيحبوا الضرب. ايه ده؟ هو الكف بينزل اكنه دبابه وما بيحصلوش حاجه. وات هيل. انا مثلا لو دخلت الكومبيتيشن ديت وجاي اضرب، خلاص شايف قدامي واحد كده جته وبتاع، فانا ايه اعمل كده واضرب. تمام، الضربه دي هو لما ياخدها على وشه وبصيته ليا انا انسحب. السلام عليكم، بس خلاص انا خدت ضربتي واديتك على قفاك وخلاص. السلام عليكم، عايز مني حاجه يا صاحبي وانسحب. هيقول لك ايه ده خسرانه كده يا عم، انا خسران بكرامتي. يا جماعه ده تمثيل ده ولا بجد؟ ايه ده؟ لا 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 لا، ازاي يعني؟ يا خلاص ده بجد ولا ايه؟ يا عم الكذب، يا عم الكذب، السي جي ار. يا ابويا يا ابويا، ازاي ده مش خايف من ده دلوقتي؟ ازاي لما ضربه والمفروض ده هيضربه، ازاي ده مش خايف من ده؟ يا عم اطلع اجري. ايه ده يا جماعه؟ ده طلعت بجد، ده كومبيتيشن بجد. طب هو ما دام مجمع عليه خسر يعني؟ واحد بيقول لك المصارعه بجد كمان. لا، المصارعه تمثيل، المصارعه تمثيل، ولكن لما تتضرب بجد يعني، انت لما تتضرب انت بتتضرب بجد، ولكن بيبقوا متفقين مين اللي يضرب، مين اللي يفوز، مين اللي يخسر كده. هو ده كده مثلا خسر عشان هو وقع يبقى خسر. واحد بيقول لك دي رياضه طينه، دي رياضه الضرب بالاقلام بقت رياضه. طب خلاص انا هعمل رياضه جديده يا جماعه، الضرب بالشلاليت. اضرب في البطن، كل واحد ايه هيضرب في البطن. ايه يا جماعه؟ لا هو اي هبل يا جماعه تبقى رياضه ولا ايه؟ في رياضه بالرجل برضه؟ لا انت كداب، لا اكيد لا. انا كنت بهزر، انا كنت بقول انا بقى هعمل رياضه بالشلاليت. ده طلع في رياضه بالشلاليت. خدوا فكرتي يا شباب. ايه الهبل ده يا جماعه؟ ايه الهبل ده؟ يا نهار ازرق، يا نهار. ايه ده دي الرياضه ازاي؟ يا جماعه ليه الناس بتخش الرياضه دي اصلا؟ هتستفاد ايه لما رجلك تبقى عامله كده؟ طلع بجد، انا كنت بتقول 1 2 ده ليها جماهير. ايه ده هيديله في ال 3 لا ده كده it's too far. That's too far. دي رياضه كمان. رياضه قطع الخلف يا جماعه. دي رياضه بجد. لا دي مش رياضه، استعباط. دي مزخيه. فلوس بياخدوا فلوس كتير. 2 3 رياضه قطع الخلف. طب هو حاسس بايه؟ يا جماعه ده ممكن يموت فيها ده. Takes it like a champion. Takes a knee. بتضحكوا على ايه؟ يا جماعه دوت اصلا فسفوسه يعني، ده ضربه واحده هيطير. Boom. اضرب. 1 خد حقك. 2 3 بعد خفيفه دي. ما هي اكتر رياضه غريبه شفتها في حياتك؟ ملاكمه الشطرنج؟ لا اكيد مفيش حاجه اسمها كده. لعبه الملاكمه ولعبه الشطرنج بندمجهم في لعبه واحده. ازاي؟ ونلعب الاثنين مع بعض. ايه ده ازاي؟ حلبه، جماهير، ملاكمه ماشي. وفي نفس الوقت ماشي. شطرنج. كل فريق مساعد بيجهز اللاعب بتاعه. خلاص اللاعبين جاهزين والحكم داس على الساعه والدور هيبتدي. الجرس رن ويفضل الدور يمشي واحده واحده. الدور حلو والاثنين مركزين والجرس يرن. الجرس يرن هنعمل ايه؟ في ايه؟ قوم يا بابا يلا، علشان اللي كان مضغوط على الرقعه ياخد حقه بدراعه. والاثنين مستعدين ويشاور ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ الحكم ويبداوا لعب. لو انت مش عارف تكسب على الرقعه، في فرصه انك تاخد حقك بدراعك. وبعد ما خلصوا الجرس رن وتنزل رقعه الشطرنج تاني علشان تكملوا الدور. يا لهوي على الهبل ده. مين الضحك اللي اخترعها؟ الفكره في ايه؟ ان انت بتلعبوا في حلبة بوكس عادي، لابس الجلافز وكل حاجه ولابس كل حاجه عشان البوكسنج، تقعد تلعب شطرنج عادي. هتلعب مثلا دقيقه شطرنج وبعدين الدقيقه اللي بعديها تلعبوا بوكس. عشان ايه؟ لو انت ما عرفتش تكسبه في الشطرنج تاخد ايه يعني، تفش غليلك منه في البوكس. فانت مثلا اتضربت في البوكس فتفش غليلك منه في الشطرنج، تركز اكتر، فاهم؟ حافز يعني وتحفيز. ايه الهبل ده يا جماعه؟ كنت شباب هل دي حلوه ولا لا؟ مصارعه الزيت التركيه؟ ايه مصارعه الزيت التركيه دي يا جماعه؟ ده ايه ده كمان؟ هو حاطط ايده فين؟
يا نهار ازرق، ده بجد. يا ايه ده بلد. I'm tucking hands on the knees, Angelina Jolie. بيحطوا على نفسهم زيت يا جماعه، هم ناس مصارعين عاديين بيحطوا على نفسهم زيت. تمام. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ يا ابني عيد القرف. هو بيحط ايده كده عشان يعرف يشيله ويطلعه بره الدايره اللي هم المفروض يا جماعه انت كمصارع تخلي الراجل اللي قدامك تطلعه بره الدايره اللي انتوا فيها عشان ايه تخسروا. بس تحط ايدك فين؟ تحط ايدك فين؟ طب امسكوا من ايده. طيب اتهاو جاتكم القرف يا جماعه. الرياضات المقرفه دي الناس اللي بتلعبها اصلا وات اوف. ايه ده؟ ايه ده؟ هم بيعملوا ايه؟ بيشدوا الاستيك بودانهم. يا ابويا ودانها هتقطع. وداني يا نهار ازرق. ايه شد الحبل بالودان ده؟ ايه كمان؟ The weirdest sport ever. اغرب سبورت في العالم. وريني. Nose pulling. شد الحبل بالمناخير. وريني. Where two participants are tied together by a rope around their faces and they have to push as hard as possible to make their opponent tap out. But the reason behind this game will shock you. This game was created to make players stronger and better at dealing with السجن يا ربنا ايه؟ انت فشخت مناخيره. pain. Would you dare to try this? I wouldn't dare. طبعا غور. كنتش بقى لو انت مزنوق في فلوس فشخ ومثلا جيت تسال حد فقال لك انك تلعب الرياضه بالمناخير دي، هل هتوافق؟ مصارعه الاصابع بالقدمين. ايه الهبل ده؟ ده في حاجه اسمها كده؟ اكيد ضحك دي. لا ده في حاجه كده بجد. The two contenders, the Grand Masters of the Toehold, are either side of the Todium. ايه يا عم المناخير ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هو لازم يحطوا مناخير؟ Respectful bow, a kiss of the toe, each foot's respectfully What the بياخدوا بعض. A respectful bow, a kiss of the toe. بيعملوا كده اللي هو يعني بيحترموا. Each foot's respectfully recognizing the other. Neither of the two lads are giving an inch here. الأحمر اللي هيفوز. He الأحمر يا knows جماعة، stock. يا جماعة مين اللي هيفوز؟ أنا شايف الأحمر اللي هيفوز يا شباب. Really wants his crown. Neither foot moving, my. عيب عليك. الاحمر يا شباب، انا شايف المناخير حلو. انتوا بتهزروا، انتوا بقيتوا بتعملوا من اي حاجه رياضه. Professional toe wrestler and win thousands of pounds. ايه ده؟ الجايزه 5000 باوند، 5000 جنيه استرليني. انا جاهز. You must go to the toe inspection unit. ايه ده انت لازم تعمل حاجات الاول في رجلك عشان تبقى مؤهل انك تلعب في هذه اللعبه المعفنه. Heat of ايه battle. الهبل ده يا جماعه؟ انا مش متخيل ان مثلا يكون في جمهور على اللعبه التافهه دي، الجمهور كله بيشجع يلا الرجل اللي على اليمين، لا الرجل اللي على الشمال، لا الرجل الحمراء اللي هتفوز، لا الرجل وات ذا واو. تخيلوا كده يا جماعه مثلا واحد رايح يتقدم لواحده، ابوها بيقول له يعني ايه انت بتشتغل ايه ولا انت بتعمل ايه بقى؟ يقول له ايه يا عمي انا بطل العالم. انت خدت بطولات؟ طب والله جميل. رياضه ايه بقى؟ انا بطل العالم. ايه يا ابني بطل العالم في ايه؟ دماغي بدات تروح بعيد. انا بطل العالم في ايه؟ يخرب بيتك. بطل العالم في الفشل، بطل العالم في التفليس ومعكش فلوس. بطل العالم في ايه؟ انا بطل العالم في مصارعه صوابع الاقدام. انا البطل يا اخي. تليه في ملاكمه الكف على الصدر بدل الوش. انا عارفها دي، انا عارفها. حلوه قوي دي. ايوه غريبه قوي الملاكمه دي، غريبه قوي وضحك. طب هو ليه بينط؟ ما هو ممكن يضربه على صدره وهو واقف. كنتش بقى المساعده يا جماعه حلقه حاسه لذيذه، فاهم؟ حاسه حلوه. لا غش ضربه على وشه ضربه على وشه تاني تالت رابع. لا انتوا كده بقى دي بقى مش مصارعه الصدر، انتوا كده خدتوا مصارعه تانية كده غش. دي حاجات دي ممنوعه. ايه ده قلبوها بقى UFC بقى، قلبوها UFC اصلا برضه. لا ده كداب، ده ممثل. ده ايه التمثيل ده؟ بص الضحك. ايه ده تمثيل ده يا ابن اللعيبه. ما ايه الهبل ده؟ دول بيعملوا اي حاجه، بيعملوا اي مصارعه الرجل بقى، مصارعه الوش بقى، ومصارعه الصدر، اي حاجه. هو ايه ده؟ طب فين الحدود ولا فين الحكم؟ الجمهور فاهم؟ كميه عشوائيه غير طبيعيه. اضرب. بقول لكم الحكم مش موجود. الحكم يعني على الله، الحكم الجمهور يعني ما حدش بيحكم يعني. خليها على الله، واللي يجيب صوت اعلى هو اللي يفوز. اضرب يا جماعه. ايه ده
احنا بقى اتحولنا من مصارعه الوش، الضرب على الوش، للضرب على الصدر، للضرب على الايه، الرقبه والقفا. يا جماعه الهند، انا دايما بقول ان الهند بتضحكني من قلبي بجد يا جماعه، حتى لما كنت في السعوديه الهند، الهنود هناك والباكستانيين بيضحكوني من قلبي. وكان معكم وشيء من امام احدى بثوث اليوتيوب.